وبيؤمر ستون إنهم يحطوا الطاقة الحمراء دي في روبوت حافظ السلام. فبيرفض دكتور تنما وبيقوله إنهم بكده بيصنعوا وحش مش هيقدروا يوقفوه، لكن ما بيهتمش ستون بكلامه وبيبدأ يوجه الكتلة ناحية الروبوت بنفسه واللي بيمسكها وبيزرعها جواه. وفي نفس الوقت ده بيدخل توبي المعمل وبيفضل يتفرج على الروبوت وهو بيدمر الروبوتات الطايرة، وبيكون كل اللي موجودين مصدومين من اللي شايفينه. وبيفضل توبي يقرب من الروبوت وهو منبهر جدا، لكن فجأة بيخرج الروبوت عن السيطرة وبيجري ناحيتهم، لكن بيقدر تنما يقفل الجدار العازل في آخر لحظة. بس أنا وإنت وكل اللي موجودين في المعمل بنتصدم لما بنشوف توبي اتحبس جوه مع الروبوت. فتنما بيبقى بيحاول يرفع الجدار من تاني، لكنه بيكون اتعطل ومش بيعرف يخرجه من المكان. وقتها بيعمل الروبوت صعقة كبيرة علشان يكسر الجدار، وفعلا بيعمل انفجار كبير بيقدر يكسره. ولأنه بيبقى على وشك إنه يخرج بيستغل دكتور إليفين إنه مشغول مع الحراس وبيستخدم كابل الطاقة الزرقاء واللي بيقدر بيها يعطله أخيرا. وبنشوف دكتور تنما وهو مصدوم لما بيلاقي توبي اختفى ومش بيفضل منه غير الطاقية بتاعته، فبيحزن جدا وبيفضل يلوم نفسه إن هو السبب في موت ابنه.